راح أتكلم اليوم عن التبذير في الأكل، وخصوصا التبذير اللي يصير في البوفيهات المفتوحة سواء في الفنادق أو في المطاعم. الإنسان العادي لما بيدخل بوفيه مفتوح بيعبي صحن له بس، إلا الإنسان المكسيكي لما بيدخل بوفيه بيعبي صحن له للزمن. وراح أدخل الآن بوفيه مفتوح في أحد الفنادق في مكة عشان تشوفوا حجم التبذير اللي بيصير في البوفيه. هيا شوفوا هذا المثال، نسوي البيض زي ما هو، ما أكل إلا لقمة واحدة فقط، العيش لقمة واحدة فقط. الفول نعبي الزبدية كاملة ولا تمسكت، طعمية وبطاطس زي ما هي ولا أحد أكل منها أي حاجة. الصحن ما أكل منه إلا لقمة تقريبا أو لقمتين، سابوا وراح. شوفوا عندكم هذه الأطباق، كبدة ولحم ومع الصباح مكرونة، ويا ريت ياكلوها بالعافية لو ياكلوها، بس شوفوا زي ما هي. الحين بعد ما أخذنا لفة في بعض الطاولات راح أوريكم الأكل فين بيروح بعد ما بيشيلوا. هيا شوفوا والعياذ بالله فين بيروح، الله يكرمكم في الزبالة. وهذا مصير الأكل اللي يتاخذ من البوفيه، الله يكرمكم في الزبالة. بدون مبالغة في ناس تعبي صحون وتسوي أومليت وتعبي فول وكل شيء فقط عشان يصور سناب أو انستغرام، تصدقوا؟ الجماعة المبذرين في الأكل، يا جماعة خافوا الله واعتبروا واتعظوا من الأقوام السابقة اللي ربنا أهلكم بسبب التبذير والكفر بالنعمة. أعطيكم قصة مختصرة. يحكى أن رجل كان عنده مزرعة على نهر، وكان عنده من الحلال ما يكفيه لعشرات السنين. في يوم من الأيام سوى عزيمة وجوا له 3 ضيوف، وذبح لكل ضيف خروف. فقالوا له يا أخي خاف الله، ممكن ربنا يحرمك من النعمة بسبب هذا التبذير. إيش كان رده؟ كان رده إنه اللي عنده الحلال هذا واللي عنده الخير هذا من فين راح يجيله الفقر؟ يقول لك مرت السنين واحد المدعوين اللي كانوا منزعجين من حكاية ذبح خروف لكل ضيف راح وداله الزكاة. سبحان الله، ربنا بدل حاله من حال إلى حال بسبب التبذير والكفر بالنعمة. وفي الختام ندعي الله إنه لا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وأقول لهذول الناس المبذرين شوفوا المقطع الجاي واعتبروا ممكن ما ندري إننا نصير زيهم ولا لا. شو بتسوي هون يا حجي؟ والله بلقط مثل يوم ألقى هجيمات من شان أبيحن وآخذ خبز، ويوم ألقى خبز طري والله باخذه.